في عالم الموسيقى هناك من ولدوا بين الأضواء، وهناك من شقوا طريقهم وسط الظلام. قصتنا اليوم عن شاب مغربي اسمه كريم غادر مدينة الدار البيضاء باحثاً عن فرصة في شوارع نيويورك ليصبح لاحقاً أحد أشهر نجوم الراب في العالم. هو ليس مجرد فنان، بل قصة كفاح وهجرة، حلم تحول إلى حقيقة، واسمه أصبح يتداول في أوساط الكبار مثل دريك وبي دي دي. في هذا الوثائقي سنأخذكم في رحلة من أزقة المغرب إلى قمة الهيب هوب، نكشف فيها أسرار المسيرة، الإنجازات، الصراعات، وأقوى لحظاته مع باف ديدي. استعدوا لاكتشاف الوجه الآخر للنجم فرنش مونتانا، الإنسان قبل الفنان. في سن 13 انتقل كريم مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط إلى حي البرونكس في نيويورك، حيث واجهوا صدمة الثقافة الجديدة وصعوبة الحياة. لم تكن الهجرة سهلة، فبعد وقت قصير عاد والده إلى المغرب تاركاً العائلة وراءه، وهو ما جعل كريم يتحمل مسؤولية كبيرة وهو لا يزال في سن المراهقة. بين الفقر، اللغة الجديدة، ومحاولات التأقلم، بدأ يبحث عن وسيلة للتعبير عن نفسه، فوجد ضالته في موسيقى الراب. في بداياته أطلق سلسلة فيديوهات بعنوان كوكين سيتي، وهي سلسلة وثائقية تعرض مشاهد من الشارع، مقابلات مع فنانين، ونمط الحياة الحقيقية في الأحياء المهمشة. كان ذلك بمثابة بطاقة تعريفه إلى عالم الموسيقى. شيئاً فشيئاً بدأ اسمه ينتشر في ساحة الراب في نيويورك، خاصة بعد أن أطلق أول ميكس تايب له عام 2007 بعنوان فرنش ريفولوشن. اللحظة الفارقة في مسيرته كانت في عام 2012، حين وقع عقداً ثلاثياً مع شركتين من أكبر شركات الإنتاج، باد بوي ريكوردز المملوكة لبي ديدي، وميباخ ميوزك جروب التابعة لريك روس. هذه الخطوة فتحت له الأبواب نحو الشهرة العالمية. في 2013 أطلق فرنش مونتانا ألبومه الأول بعنوان Excuse My French، والذي حقق نجاحاً كبيراً وبلغ المركز الرابع في قائمة بيلبورد 200. ومن خلال هذا الألبوم تعاون مع أسماء كبيرة مثل دريك، ليل وين، وريك روس. لكن النجاح الحقيقي العالمي جاء في عام 2017 عندما أصدر أغنيته الشهيرة Unforgettable بمشاركة سوي لي، والتي أصبحت من أنجح أغانيه على الإطلاق، حيث حصلت على أكثر من مليار مشاهدة على يوتيوب، ووصلت إلى المرتبة الثالثة في بيلبورد هوت 100، ونالت شهادة دايموند. علاقته ببي ديدي لم تكن مجرد علاقة عمل، بل تحولت إلى علاقة صداقة عميقة. ديدي كان بمثابة الأخ الأكبر والمرشد، وفتح له الأبواب نحو عالم المال والأعمال، كما شاركه في مشاريع خارج الموسيقى مثل حملات العطور والمشروبات، وتعاونا في أعمال خيرية أيضاً. لم يكن فرنش مونتانا مجرد مغني راب، بل تحول إلى رجل أعمال ناجح، يملك اليوم ثروة تقدر بين 20 و 25 مليون دولار، جزء كبير منها من الموسيقى، لكن أيضاً من استثمارات ذكية في العقارات والموضة، وحتى في عالم المشروبات الفاخرة. اشترى منزلاً فاخراً في كالاباساس من النجمة سيلينا غوميز، وأعاد بيعه بعد تجديده ليحقق أرباحاً ضخمة. رغم كل هذه النجاحات، لم ينسى فرنش مونتانا جذوره المغربية والأفريقية، فقد شارك في تمويل مستشفيات في أوغندا، وشارك في حملات لمساعدة اللاجئين، كما أنه يزور المغرب باستمرار ويظهر فخره بهويته العربية في أغانيه ومقابلاته. في عام 2024 أصدر ألبوم ماك إند تشيز 5 الذي جمع فيه نجوماً كباراً مثل كانيي ويست وليل وين، وعاد ليظهر أن مكانته في الساحة ما زالت قوية. كما أصدر وثائقياً شخصياً بعنوان فور خديجة إهداءً لوالدته، يحكي فيه قصة صراعه منذ الطفولة إلى أن أصبح من ألمع نجوم الراب في العالم. قصة فرنش مونتانا ليست مجرد قصة صعود فني، بل هي حكاية عن التحدي، عن الهجرة، عن الصبر، والأهم عن عدم نسيان الأصل مهما بلغت الشهرة. من الدار البيضاء إلى نيويورك، من الفقر إلى القمم، فرنش مونتانا هو التجسيد الحقيقي لحلم يتحقق بالراب، بالإرادة، وبصوت لا يخاف أن يقول أنا عربي وأنا نجم عالمي. بحلول 2024 أعلن فرنش إنهاء علاقته العملية مع باد بوي إيبك بعد اكتمال التزامات عقده، وأكد أنه تم الانفصال بشكل ودي، وأن باف حصل على حقه. تم ذلك قبل أشهر من اعتقال ديدي، مما وفر لفرنش هامشاً من الحياد الرسمي.
في 16 سبتمبر 2022 اعتقل ديدي بشحنة اتهامات خطيرة تشمل راكيتيرينج وسكس ترافيكينج. وسط هذه الأزمة ظهرت لقطات قديمة تجمع التانيين في الحفلات، ضمنها فيديو لهما عاري الصدر في جلسة عيد ميلاد، ما أثار ضجة وسهل ربط اسم فرنش بأنشطة ديدي المثيرة للجدل. عندما طلب من فرنش التعليق، تجنب الموضوع تماماً وقرر إنهاء الحديث سريعاً. قال ببساطة "Come on man", ثم غادره إشارة واضحة إلى رغبته في الابتعاد عن الجدل وتجنب إثارة الانقسام. رغم أنه لم يذكر اسمه في أي دعوى أو تحقيق رسمي، لكن حضوره في فيديوهات ديدي جعل رواد الإنترنت يسألون شو علاقته بالموضوع؟ غياب فرنش عن التعليق الرسمي يعني أنه قد يسعى للحفاظ على صورته بعيداً عن الإدانة من الناحية الفنية. فهم الانفصال عنه قبل الأزمة على أنه قرار احترازي ذكي، فسمح له بأن يواصل عمله بحرية وبدون وصمة. رغم الشائعات، فرنش حافظ على صمته ولم يذكر حتى الآن في التحقيقات، وأكد أنه رحل بهدوء وبإتمام التزامات مالية للجميع. العلاقة بين فرنش وديدي كانت متينة فعلاً، انتقلت من شراكة إلى تعزيز مهني وتحفيز متبادل. لكن حين تحول ديدي من أمير صناعة إلى رجل يتهم بجرائم خطيرة، اختار فرنش الطريق الحكيم: الانسحاب من الأضواء، رفض الخوض في الحديث، وضبط المسافة الاحترافية. حافظ على علاقته التاريخية، ولكنه لم يسمح لها أن تؤثر على مستقبله، خاصة بعد انفصاله الحازم قبيل الأزمة. من طفل مهاجر في حي البرونكس إلى نجم عالمي يتصدر لوائح الموسيقى، من شاب فقير لا يملك شيئاً إلى رجل أعمال ناجح يملك الملايين. قصة فرنش مونتانا ليست مجرد قصة صعود فني، بل هي ملحمة كفاح، إصرار وذكاء. رغم الأضواء، لم ينسى أصله المغربي، ولم يتنكر لأمه التي ضحت بكل شيء من أجله. وفي أصعب اللحظات ظل صامتاً حين اختار الآخرون الضجيج. حافظ على احترامه وعلى صورته، واستمر في البناء بدل الهدم. فرنش مونتانا هو أكثر من مغني راب، هو رمز لكل شاب عربي حلم وعمل ولم يستسلم. إذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شارك رأيك في التعليقات. ما رأيك بمسيرة فرنش مونتانا؟ وهل ترى أنه ظل وفياً لجذوره؟ إلى اللقاء في قصة أخرى وملهمة جديدة.